السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد وروتين جديد ان شاء الله يعجبكم. يلا حطي لايك للفيديو واشتراك في القناة، ولو انت مش مشتركة دوسي اشتراك وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. ويلا نحط لايك للفيديو ونقول بسم الله ونبتدي كده. اول حاجة عملناها ان احنا فتحنا التلفزيون على القرآن الكريم. نبتدي يومنا كده ايه بحاجة حلوة، حاجة كويسة عشان يومنا كده يبقى كله رضا ونشاط. وبعدين سِبت بقى القرآن شغال، وفطرنا طبعًا وشربت الشاي، وبعد كده نزلنا بقى السوق. كان عندي كده شوية حاجات، ما عنديش أي حاجة في التلاجة، كان عندي حاجات كتير ناقصة. كل شوية بأجل بقى وأقول النهارده هانزل، بكرة هانزل، فالحمد لله أهو خلاص نزلنا، وجبنا مع بعض كده إيه الحاجات بتاعتنا. زي ما أنتم شايفين الأسعار يعني إلى حدٍ ما كويسة. جبنا الطماطم وجبنا بطاطا. الطماطم جبتها كيلو ونص ب10، وجبنا البطاطا كيلو وربع ب10، وجبنا الاستفندي ب10 والبرتقان ب10، وجبنا القرنبيطة الحلوة دي برضو ب10. وطبعا الخضرة الاتنين بجنيه. والبطاطس هي اللي غالية شوية، جبتها دي البطاطس الجديدة مش اللي هي القديمة، لا دي الجديدة. جبتها 2 ب35. والبصل جبته الاتنين ب50. وجبنا البتنجان جبته كيلو ونص ب10. وجبنا ايه تاني؟ وجبت الفلفل برضو نزل شوية، كان ب20 جبته ب15. فجبت كيلو كده، شكلناه من ده ومن الحامي الاتنين مع بعض. والكرنبية دي كانت حماتي بقى جايبها لي، جيت لقيتها جايبها لي فقلت كويس ان ما جبتش انا من السوق. وجابتها مش عارفة تقريبا ب5 جنيه 6 جنيه حاجة زي كده. هو احلى حاجة ان الكرنب والقرنبيط والحاجات دي بتبقى حلوة قوي في الشتاء وبتبقى رخيصة. بس كده خلصنا بقى، شلنا كل حاجة مكانها وشلنا شلت يعني الحاجات اللي هحطها في التلاجة حطيتها، واللي هنعمله حطيته بره. وابتدينا كده نشوف هنعمل ايه. دخلت عندي كانت السمنة بتاعتي في اخرها وهنشوفها مع بعض. البرطمان بتاعي كان اخر حاجة. فقلت كده كان عندي 3 رطال من السمنة، قلت ايه اسيحهم كده عشان نبتدي ان احنا لو احتجت منهم هاخد وانا بشتغل، واسيحهم بقى عشان احطهم في البرطمان ويبقوا جاهزين معايا. وقلت النهارده هعمل ايه. انا كنت ناويه ان انا اعمل مكرونه بشاميل. تمام، بس كان عندي من قبلها، يعني اليوم اللي قبل ده كان عندي لحمه متبقيه، يعني عندي لحمه تكفينا غدا بس. تمام، فرحت قلت بقى نعمل معاها ايه، اي حاجه كده جنبها نجدد بيها يعني اللحمه ونجدد الاكل. وقلت هعمل صينيه بطاطس وهنعمل شويه رز مع المكرونه. تمام. بس فابتديت بقى ان انا كده ايه جبت البطاطس دي، هي حلوة على فكرة. انا كنت خايفة لا تطلع زي اللي هي البطاطس المحلية اللي هي بتبقى مسكرة دي، بس الحمد لله طلعت حلوة. لا هي بتبقى مقرمشها ولا هي بتبقى اللي هي الطرية قوي، يعني هي حلوة. برضو هجربها في الآلية ان شاء الله وهقول لكم. هي في الشتاء في الايام دي بتبقى هي دي اللي موجودة، بس بتبقى التانية اللي هي الآلية خلاص مش موجودة بتخلص. فبنبقى مضطرين ان احنا نستخدمها، يعني حتى الناس اللي مش بتحبها احنا بنبقى مضطرين. قطعتها بقى كده. بصوا انا بقطع شويه حلقات وشويه كده ايه، لما بلاقيها كبيره قوي مش بحب اعملها حلقه كبيره كده، لا بقسمها نصين. البطاطس دي انا بحبها جدا، عملتها معاكم برضو كذا مره، بس انا هتلاقوني هي اللي انا ببقى معتمداها على طول الطريقه دي، اللي هو بحط كل حاجه على بعضها واقلب واحط التوابل وكل حاجه واحطها على النار، فبتبقى سهله جدا. وفي نفس الوقت مش بتبقى طالعه اللي هي دلعه كده ما فيهاش طعم ولا لا ولا حاجة يعني، لا بتبقى حلوة قوي. والتوابل مع السمنة انتوا زي ما انتوا شايفين انا بقطع البطاطس وقطعت عليها فلفل رومي وفلفل وهحط قرن فلفل كده حامي. وبنقطع الطماطم برضو بتقطعيها. بصي مش هقولك قطعي الحاجات صغيرة، لا اي حاجة صغيرة كبيرة مش هتفرق، لان هي كلها هتدبل معايا في البطاطس وهتستوي معاها فمش هتبقى باينة. تمام. وهنقطع برضو البصل بتاعي كده، عايزه تعمليه جوليان عايزه تعمليه صغير، انا بقطعها كده زي ما تيجي في ايدي. قطعنا بقى كده كام بصليه حلوين على كام طماطمايه، يعني انا قطعت 3 طماطمايات. تمام، و3 بصل. وهعمل طماطميتين في الخلاط كده هضربهم واحطهم برضو عليها في الاخر. وحطينا كده زي ما انتم شايفين قرن فلفل حامي. وهحط بقى التوابل بتاعتي. حطي بقى انت عايزه تحطي فلفل الوان حطي، انا اللي كان موجود عندي اللي هو الفلفل الاخضر اللي هو الفلفل الرومي ده.
زي ما قلت لكم بقى في الاخر اهو عملت طماطميتين وحطيتهم عليها، بس كنت سايبه شويه عشان استخدمهم للعصاج بتاع اللحمه. هنحط بقى الملح. ظبطي الملح بتاعك، ما تحطيش كتير من الاول علشان ما تبقاش حادقه معاكي. حطي قليل وبعدين لما تستوي بقي شوفي الملح بتاعها عامل ازاي وظبطيه. وهنحط بابريكا وكمون وفلفل وكزبره وبهارات لو عندك. بس حطي بقى كل التوابل بتاعتك مع شويه مع معلقه من السمنه كده حلوه. وبس حطيها بقى، ارفعيها على النار، نقلب بقى كله كويس كده مع بعضه، وارفعيها على النار وسيبيها. هتستوي معاكي بسرعة وهتلاقيها طعمها تحفة. شايفين اساسا هي الالوان فيها مع التوابل مع كل حاجة شكلها حلو قوي. هنا بقى كنت نقلت السمنة بتاعتي. زي ما انتم شايفين هي كده لسه بتفور، فانا مهديه عليها النار خالص. اهم حاجه في الوقت اللي بتفور فيه السمنه ده تحطيها في حاجه واسعه وتهدي عليها النار خالص، ما تخليهاش تكون النار عاليه علشان هتلاقيها فارت منك كلها على البوتاجاز، وحرام الحاجه غاليه. فانت حطيها في حله واسعه ووطي عليها في الوقت ده خالص، وطي عليها وسيبها تستوي براحتها. بس طبعا من الوقت للتاني بتقلبي فيها. هنعمل هنا بقى شويه رز كده مع بعض، رز بشعريه اهو. عملناه برضو مع بعض كتير وكلنا بنعرف نعمله. حطيت الشعرية وأول ما خدت لون نزلت معايا بالرز وقلبته كويس، خد لون برضو، وبعدين نزلت بالشوربة بتاعتي. انا كان عندي زي ما بقول لكم شوربة ولحمة من قبلها بيوم، فعشان كده عملت شوية رز وبطاطس جنبهم. تمام كده. هنا بقى بقول لكم ان السمنه خلاص اهي، كانت قدامها بالظبط دقيقتين 3 وهتستوي. البطاطس خلاص كانت استوت معايا، وادي الرز كمان استوى معايا ما شاء الله. كل حاجه كده حبيت اوريها لكم وهي سخنه. وبعدين بقى خلصنا الغدا ده. انا قلت لكم ان احنا هنعمل هنعمل ده غدا وهنعمل جنبه المكرونه. فانا قلت طب ما احنا نعمل الاكل ده ناكله ونتغدى بيه، والمكرونه نخليها كده بالليل، يعني اللي بعد الغدا اللي بالليل العشاء. فبعد كده ما اتغدينا وكلنا بقى باللي انا قلت لكم عليه، البطاطس والرز، وكنت عامله شويه سلطه واللحمه. قلت بقى ندخل نعمل شويه المكرونه اللي انا قلت لكم عليها البشاميل، علشان اخليها بقى يعني تستوي وتبقى تبرد براحتها وبعدين ناكلها. هنا بقى كانت اللحمه معايا، انا كنت حطاها في الفريزر فكانت متجمده. فهبتدي كده ان هي هسيبها تفك معايا، ولا هتتحرق ولا هتاخد معاكي وقت ولا اي حاجه، هتشوفوها في الاخر هتبقى زي الفل اهو. فكت معايا وما خدتش معايا اي وقت. انت بس هدي النار عليها وسيبيها، كل ما تفك كده قلبيها على الناحيه التانية وهي هتفك مع نفسها. حطيت بقى عندي بصل وفلفل رومي، وهبتدي ان انا احط التوابل بتاعتي. هحط كده شويه بهارات لحمه، وهحط فلفل اسمر والملح وبس. هي اهم حاجه الفلفل الاسمر بس، كتري كده شويه عشان بيديها طعم حلو قوي، وكمان البهارات. هنقلب بقى واسيبها تستوي مع نفسها اهو. هنا خلاص بقى كان البصل معايا دبل وحلو جدا. جبت بقى شويه الطماطم اللي انا قلت لكم عليها، حطيتها عليها. هي بصي بالظبط طماطمايه بس مضروبه في الخلاط، يا اما لو عندك طماطم متسبكه يبقى معلقه واحده. هتديها بس طعم كده حلو، وتديها طبعا تعمل معايا صوص كده حلو للحمه بتاعتي للعصاج بتاعي وبس. شايفين بقى هنا خلاص بعد ما طفيت عليها كان لونها حلو جدا، وكان فيها صوص كده انا سبتها كده. وهنبتدي بقى نعمل البشاميل بتاعنا. وطبعا الحله اللي كانت جنب المكرون اللي كانت جنب اللحمه دي كنت مولعه على ميه وعشان نسلق فيها المكرونه. طبعا الميه بتاعه البشاميل ما بنحطش فيها اي حاجه غير شويه ملح. وزي ما قلت لك تظبطي الملح بتاعك على الثلاث حاجات، البشاميل والمكرونه والعصاج، عشان ما تبقاش مالحه معاكي. هنا بقى كده حطيت زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله السمنه بتاعتي كانت خلاص استوت وساحت كده وبقت حلوه. فخدت منها كده كبشتين حلوين كده، قد مثلا هنقول 8 معالق من السمنه. وابتديت بقى نزلت عليهم ب 6 معالق من الدقيق. وهنبتدي بقى ان احنا نقلب كده مع بعض. لو انت مش بتحطي بالمعيار بالمعالق وكده، حطي السمنه وحطي عليها الدقيق. لو لقيتي الدقيق كتير زودي سمنه، او لو لقيتي السمنه كتير زودي شويه دقيق. تمام. بس كده اول بقى ما
الدقيق مع السمنة معايا طلعوا ريحة كده، وابتدوا شايفين ان هو خلاص خد لون معايا، وكمان ريحته طلعت بقى، ريحته حلوة كده، شميت ريحته اتحمر معايا كويس. هنزل بقى عندي باللبن. انا بعد ما نزلت باللبن شايفين التكتلات عاملة ازاي، ولا هتفرق معايا في اي حاجة خالص، ولا هنعمل في خلاط، ولا هنعمل في اي حاجة. هتجيبي بس المضرب بتاعك كده وتقلبي كويس، تفضلي بقى تقلبي كده من الجوانب وتحت وكل حتة لحد ما خلاص هتلاقيه الصوص عندك بقى يعني ما فيهوش اي تكتلات خالص. طبعا انا حطيت اللبن، واللبن ده كان عندي قليل، فنزلت عندي عملت نص الحاجة لبن ونصها شوربة من اللي كانت عندي. بيبقى تحفة والله، بيبقى البشاميل ليه طعم تاني لما بتحطي له، لما بتعملي نص شوربة ونص لبن، بيبقى حلو قوي، بيبقى ليه طعم حلو قوي، الشوربة كده بتبقى مدياله طعم حلو قوي. نزلنا بقى بشوية من الملح وشوية من الفلفل الأسمر. بس كده شايفين بقى ده شكل القوام اللي احنا عايزينه اهو. انا بحبه تقيل يا جماعة، ما بحبوش خفيف، علشان لما بيكون تقيل كده بيبقى ثابت، وبيبقى ثابت كده على بيبقى عامل طبقة حلوة كده من فوق، مش بينزل كله في المكرونة وفي الصينية من تحت. دهنت بقى الصينية بتاعتي كده بالبشاميل والجوانب والأرضية كويس، وكنت بصفي بقى المكرونة بتاعتي وسبتها كده على جنب شوية، فهبتدي ان انا احط عليها كده بشاميل عشان تبقى كلها متغرقة كده، بيبقى كلها صوص كده حلو. وهبتدي ان انا اقلبها في البشاميل، وبعدين هنزل عندي في الصينية. الصينية دي اكبر صينية عندي في الصواني اللي هي الكبيرة بتاعة الكيك المدورة. تمام، هنسوي بقى كده الطبقة اللي تحت، وبعدين هنزل عندي باللحمة العصاج اللي احنا عملناه، هفرده برضو، وهبتدي احط اللحمة من فوق وبعدين البشاميل وبس كده. طبعا انا مطلعة عندي كيس الميكس الجبن ده، علشان كنت حاطاه هنا ورا الحلل، علشان ايه ياخد من السخونة كده ويفك، لاني كنت نسيته. فهو اول ما حطيته هنا كده في الدفا وفي السخونة فك معايا على طول. هنا خلاص كانت بقى ايه الصينية بتاعتي ظبطتها، ومش باقي غير ان انا احط لها بقى للوش. عملت عندي الوش بتاعي جبنة، عندك جبنة موتزاريلا حطي، عندك ميكس حطي، عندك جبنة مبشورة حطي، شيدر حطي، الجبنة اللي انت بتحبيها حطيها، بتديكي كده شكل حلو قوي للوش من فوق. وانا بحب احط طبقة حلوة كده من فوق، بتديني برضو لون وبتديني شكل حلو قوي. هنا خلاص كانت استوت معايا زي ما انتم شايفين، شكلها تحفة وكان طعمها خطير، كانت روعة بجد والله. حلوة قوي. وشايفين شكل الجبنة اللي حطيناها مديها شكل حلو قوي. خلصنا بقى المواعين بتاعتنا وخلصنا. طبعا عارفين يوم الطبيخ ويوم البشاميل كمان بيبقى فيه مواعين كتير قوي، فخلصت بقى المواعين بتاعتي. وعندي كده الكركديه، ده كركديه انا بعمله ساقع، علشان طبعا الايام دي بس الضغط عندي بيبقى عالي شوية، فانا باجي اخر اليوم كده وبشرب كوباية، وربنا يعافينا يا رب ويشفي كل مريض. وبس كده هحط بقى الكركديه بتاعي ده وهحط له السكر واشربها، فقلت اشارك معاكم كده اليوم. وللناس اللي مش ضغطها عالي ولا حاجه، هو مشروب حلو جدا، اشربوه. وبس كده، يلا بقى حطوا لنا لايك للفيديو لو لسه ما حطيتيش، و ما تنسوش بقى التعليقات الحلوه بتاعتكم، واسيبكم في رعايه الله، واستنوني ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.